بعد اقتناء هذه الحاملة وحاملة المروحيات حماية الأمن القومي لمصر وحماية مناطق نفوذها خارج البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي يا فندم زي ما حضرتك قلت كده ان احنا نقدر نقول دلوقتي ان مصر اصبح عندها ذراع طويله تحقق الردع لكل التهديدات قبل ما تيجي الى اقليم جمهوريه مصر العربيه. بهذه الحامله يا فندم تشيل مدرعات معاها طيارات هليكوبتر هجوميه قادره على حمايه المدرعات، معاها حضرتك طيارات مكافحه غواصات. بنقدر نقول ان دلوقتي القوات المسلحه المصريه قادره على القيام بعمليات بريه محدوده خارج اقليم جمهوريه مصر العربيه. نعم. سيادة اللواء مجد، يعني تستخدم هذه حاملة المروحيات في مهام الإخلاء وأيضا تقديم أعمال الدعم اللوجستي للمناطق المنكوبة وأيضا إدارة أعمال البحث والإنقاذ للأرواح بالبحر. هل سينعكس ذلك على كفاءة منظومة الإنقاذ في مصر؟ وهل سنشهد في هذا المجال في المستقبل تطورا في يعني هذا المجال؟ بالطبع يا فندم. حضرتك المسترال دي كانت فرنسا حضرتك استخدمتها في نفس الطراز، بس الطراز اللي احنا واخدينه احدث. هو في حضرتك 2 طراز للمسترال، L9013 و L9015. ال L9013 دي بدأت العمل سنة 97. ال L9015 اللي مصر حصلت عليها بدأ العمل بيها 2012. سنة 2006 يا فندم أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان فرنسا استخدمت المسترال دي في إخلاء الرعايا الفرنسيين في لبنان. هذه السفينة يا فندم عندها مستشفى 69 سرير، ودي تعتبر حتى يعني مستشفى يعني ما هياش صغيرة. فيها 2 غرفة أشعة، فيها 2 غرفة عمليات، مستشفى 20 غرفة على مساحة 750 متر. وبالتالي تقدر زي ما حضرتك قلت كده كبحث وانقاذ واخلاء للقوات، وفي نفس الوقت يا فندم في وقت الازمات. اللي عاوز اوضحه يا فندم واللي يمكن مهم جدا ولم يسلط عليه الضوء وهو الجانب السياسي من هذه الصفقه. الصفقه دي يا فندم بتعكس استقلال قرار سياسي وفي نفس الوقت علاقات سياسيه متميزه، لان حضرتك عشان مصر تاخد هذه الصفقه كان لازم موافقه فرنسا وكان لازم موافقه روسيا. صفقات السلاح يا فندم لازم البرلمان يوافق عليها، القرار ليس قرار رئيس الجمهوريه. حضرتك تعلمي جيدا ان كان بينافس مصر في الحصول على هاتين الحاملتين الهند، وبالتالي العلاقات المتميزه مع فرنسا ومع روسيا حولت الصفقه لصالح مصر. والاهم من ذلك يا فندم هو خروج مصر من عباءة التسليح الامريكي على مدى عقود طويله جدا لم يتحقق فيها ما تطلبه القوات المسلحه لتحقيق امنها القومي. النهارده حضرتك احنا بنشوف هذا في وحدات بحريه في مسترال، بنشوف في طيارات رافال، بنشوف في دفاع جوي، بنشوف في مختلف افرع القوات المسلحه بما يحقق تحقيق الامن القومي المصري وردع اي تهديد يمكن ان يفكر في تهديد مصر خارج الحدود. مش هننتظر حضرتك لما تهديدات توصل لنا، ان شاء الله بعون الله احنا قادرين دلوقتي بهذه الذراع الطويله على الوصول الى التهديدات خارج اقليم جمهوريه مصر العربيه وفي مدى حوالي 10,000 ميل. نعم. سيادة اللواء بحري ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. إذن هذه الحاملة المروحية القرار السياسي وعلاقات السياسية المتميزة لمصر وأيضا حماية للأمن القومي المصري.